أبناء طلاب الصف الثالث الإعدادي أهلا وسهلا بيكم. معاكم أستاذ محمد المليجي أستاذ مادة الدراسات الاجتماعية. اتقابلنا النهارده عشان ناخد الجزء الثاني من درسنا الحملة الفرنسية. اوعى يا بطل تكون بتتفرج على الفيديو ده وانت لسه ما اتفرجتش على الجزء الأول وكمان ذاكرته. يلا بينا نخش على الجزء الثاني، يلا بينا. أول حاجة هنبدأ بيها الحملة الفرنسية على الشام، ودي كانت في مارس 1799. مستر، هو الدرس اسمه الحملة الفرنسية على مصر، دي انت بتقولي الحملة الفرنسية على الشام، هي خرجت ليه؟ تعال الاول احكي لك عن شويه حاجات حصلت. كلنا عارفين ان مصر ولايه عثمانيه، ولكن من الدوله العثمانيه برضو عارفين ان هي ضعيفه. فاول معلومه قالها لك، تحالفت الدوله العثمانيه مع كل من انجلترا وكمان دوله اسمها روسيا. يعني اتحالفت الدوله العثمانيه مع انجلترا وروسيا. ليه يا مستر؟ لاخراج الفرنسيين من مصر بالقوه العسكريه، ولتحقيق ذلك يتم ذلك من خلال حملتين عسكريتين. هيبعتوا حملتين عسكريتين، يعني باللغه العاميه جيشين. الجيشين دول هيجوا منين بقى يا مستر؟ قال لي رقم واحد حمله بحريه، وكلمه بحريه يعني قادمه من السفن، هتيجي من الشمال عن طريق البحر المتوسط، عن طريق جزيره اسمها رودس، وتخش مصر. وبعد كده حمله بريه يعني تسير على الاقدام، ودي هتيجي من جهه الشرق. منين من جهه الشرق يا مستر؟ هقول لك من بلاد الشام. فهمت الخطه؟ الدوله العثمانيه قررت ان هي تتحالف مع انجلترا وروسيا، هتعمل حملتين عسكريتين تطلع بيهم الحمله الفرنسيه من مصر. تمام يا مستر محمد. حمله بحريه تيجي من الشمال زي ما احنا اتكلمنا، وحمله بحريه بريه هتيجي من الشام. طب مستر محمد بعد اذنك، في جيشين جايين مصر، فين بقى الحمله الفرنسيه على الشام؟ اقول لك، ما انا جاي لك لاسباب الحمله بقى. فلو قال لك اسباب الحمله، اللي هو بالمناسبه سؤال بما تفسر، يعني ليه بما تفسر مجيء او خروج الحمله الفرنسيه على الشام، هقول له بسبب رغبه نابليون في القضاء على الجيش العثماني القادم برا قبل ان يصل الى مصر، اللي هي بيني وبينك الحمله البريه. يعني نابليون قال لك انا مش هستنى لما الجيشين يخشوا عليا. امال هتعمل ايه يا نابليون؟ قال لك انا هطلع اقضي على الجيش اللي جاي برا، ثم اذهب للقضاء على الجيش القادم بحرا. طب هو ليه مش هيقدر يقضي على الجيش اللي جاي من بره الاول اللي هو عن طريق البحر؟ هقول لك لان هو ما عندوش سفن، اتحطمت في معركه ابو قير البحريه. وده كده كان التحالف الدولي الاول، ان الدوله العثمانيه تتحالف مع انجلترا ومع روسيا. طب يلا مستر بقى قول لي ايه هي الاحداث. بص يا سيدي بقى، اول بقول لك الاحداث هناخده خط سير الحمله الفرنسيه على الشام. شايف الخريطه دي؟ حاول بقى تبص عليها وانا بشرح لك كده. هقول له خرجت الحمله من مصر من منطقه العريش، طلعنا من منطقه العريش، ثم استولت الحمله الفرنسيه على غزه، يعني دخلت اخذت غزه، ثم وصلت الى يافا، وقام نابليون بمحاصره يافا حصارا شديدا. يعني نابليون لما وصل يافا ما قدرتش تطلع تعدي نابليون، فنابليون حاصرها حصار شديد. وبعد كده استطاع نابليون أن يدخل إلى يافا وأعدم جميع أفراد حميتها، يعني قضى وأعدم على كل الجيش، كل اللي كان بيحاربوا أثناء الحصار نابليون أعدمه، بالرغم من أن نابليون أمنهم على أرواحهم. وهنا نابليون ارتكب جريمة بشعة، والجريمة دي سميت مذبحة يافا البشرية. لو قال لي في الامتحان ما رأيك في مذبحة يافا البشرية؟ أقول له لا تعجبني، لأن يجب على نابليون ألا يفعل مثل هذه الأفعال، أو يجب على نابليون ألا يقوم بذبح أو بقتل أو بإعدام أفراد حميتها، لأنه أعطاهم الأمان. طب يا مستر المذبحة حصلت، ما النتائج المترتبة على مذبحة يافا البشرية؟ هقول له أدى ذلك إلى استبسال، واستبسال هنا بمعنى شجاعة، استبسال أهالي عكا في الدفاع عن عكا. بعد مدينة يافا كان في مدينة اسمها عكا شافوا يافا لما استسلموا ونابليون قال لهم أنا هأمنكم على أرواحكم، أعدموهم. قالوا احنا مش هنسلم أبدا بلدنا، احنا هنفضل ندافع عن مدينتنا اللي هي عكا. تمام يا مستر، يلا بينا بقى نكمل. هقول له ثم صار نابليون ووصل إلى عكا، ولكنه لم يستطع دخول عكا. وهنا بقى هيقول لي ليه بما تفسر فشل نابليون في الدخول الى عكا؟ هقول له بسبب قوة اهالي عكا في الدفاع عن عكا بقيادة احمد باشا الجزار. القائد بتاعهم كان اسمه احمد باشا الجزار، وكان الشعب واستبسال اهالي عكا كان سبب في فشل الحملة. رقم 2، مساعدة الاسطول البريطاني اللي هو الاسطول اللي محاصر شواطئ مصر الشمالية لاهالي عكا بالمؤون والذخيرة. مستر يعني كان بيديهم طعام وكان بيديهم شراب وكمان كان بيديهم ذخيره. طب انا كده عرفت خط سير الحمله يا مستر، تقدر تقول لي ما النتائج المترتبه على الحمله؟ اللي هي نتائج الحمله، هقول له فشلت الحمله في الدخول الى، او فشلت الحمله في تحقيق هدفها بسبب عدم دخولها عكا. طب تمام يا مستر محمد، مما ترتب على ذلك ان عاد نابليون مسرعا الى مصر، واثناء عوده نابليون الى مصر
وصلت الحملة البحرية قادمة من جزيرة رودس إلى شواطئ أبو قير، وهناك هتقوم معركة اسمها معركة أبو قير البرية، عشان الحملة البحرية دي كانت نزلت أرض أبو قير، فقامت المعركة في البر. معركة أبو قير بقى مستر البرية، قال لي بقى معركة أبو قير البرية 1799 برضو. طب قول لي إيه اللي حصل فيها مستر محمد؟ هقول لك المعركة كانت بين الأسطول الجيش أو الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وكانت بين الأسطول أو الجيش العثماني. طب قول لي إيه النتيجة؟ هقول له هزيمة القوات العثمانية. وأثناء هذه المعركة ايه اللي حصل بقى؟ نابليون استطاع ان هو يهزم الجيش العثماني. كده نابليون اتخلص من قوة واحدة اللي هي القوة البحرية، اوعى تنسى لسه البرية جايه لنا. طب يا مستر كده نابليون انتصر، ايه اللي حصل؟ قال لي رحل نابليون من مصر. وهنا برضه يا بطل هنرجع نتكلم مع بعض على حته رحيل نابليون. هقول لك بعد انتهاء، وخلي بالك من كلمه بعد انتهاء معركة أبو قير البرية، رحل نابليون إلى فرنسا سرا. مستر هو ليه نابليون رحل سرا إلى فرنسا؟ هقول له بسبب تحالف الدول الأوروبية ضد فرنسا، فرحل نابليون سرا إلى فرنسا تارك أمر الحملة إلى كليبر. طب يا مستر في سؤال أوائل طلبة هيجي يقول لي أجبرت التحالفات الدولية أن يخرج نابليون مرتين من مصر. أقول له صح، المرة الأولى حينما خرج نابليون أثناء تحالف الدولة العثمانية مع روسيا وإنجلترا. طب والمرة الثانية؟ هقول له المرة الثانية أثناء تحالف الدول الأوروبية ضد فرنسا. وبعد رحيل نابليون تولى كليبر الحملة. كليبر وقيادة الحملة الفرنسية في مصر. أول معلومة هيقول لك كان كليبر من أنصار رحيل الحملة الفرنسية عن مصر، من أنصار الجلاء، كان عايز الحملة الفرنسية تخرج من مصر. وده سؤال بما تفسر، كان كليبر من أنصار الرحيل أو كان كليبر من أنصار الجلاء عن مصر؟ هقول له لأن الأخطار تهدده من كل جانب. إيه بقى الأخطار دي يا سيدي؟ هقول له 4 حاجات. عودة يا مستر، عودة المماليك للمقاومة في الصعيد. بعد كده تجدد ثورات المصريين في الدلتا والشرقية. بعد كده تناقص أعداد الحملة الفرنسية أو الجيش الفرنسي بسبب الحروب الداخلية والخارجية التي خاضها. ورقم 4 إرسال الدولة العثمانية حملة جديدة إلى دمياط والعريش. مستر حفظنا عشان الأخطار صعبة. هقول لك أنا هحفظهم ب4 كلمات: عودة، تجدد، تناقص، وإرسال. عودة المماليك للمقاومة في الصعيد. بعد كده هقول له تجدد ثورات المصريين في الدلتا والشرقية، وتناقص أعداد الحملة الفرنسية بسبب الحروب الداخلية والخارجية. إرسال الدولة العثمانية حملة جديدة إلى دمياط والعريش. الله ينور علينا يا شباب. وبسبب الأخطار دي لجأ كليبر للتفاوض مع الدولة العثمانية فيما يعرف باسم اتفاقية العريش. إيه بقى اتفاقية العريش؟ تعال ناخده. أول حاجة يا مستر إيه هو تاريخها؟ هقول له سنة 1800. طب مين أطرافها؟ الفرنسيين والعثمانيين. أسبابها الأول، أسباب اتفاقية العريش، هقول له رقم 1 إدراك كليبر استحالة بقاء الحملة الفرنسية في مصر في ظل الأخطار المحيطة اللي احنا لسه قايلينها 4 أخطار. طب قول لي بقى مستر محمد بعد إذنك إيه هي بقى شروطها؟ خروج الحملة الفرنسية بكامل معداتها من مصر على نفقة الدولة العثمانية. طب إيه بقى نتائج المعاهدة؟ قال لي معاهدة العريش فشلت. الله يا مستر مش حضرتك قلت إن في شروط والاتنين موافقين؟ أقول لك صح. طب هي بما تفسر فشلت اتفاقية العريش؟ هقول له بسبب أن إنجلترا لم توافق على هذه المعاهدة، وكانت تريد انجلترا ان تخرج الحمله الفرنسيه من مصر كاسرى حرب بعد ان تستسلم لها. ارادت من الحمله الفرنسيه الاستسلام والخروج كاسرى حرب، فرفض كليبر وعاد مره اخرى للقاهره وهاجم القوات العثمانيه اللي كان سلم لهم القاهره وتقهقرت الى الشام، يعني رجعت للشام. فهمنا يا شباب اتفاقيه العريش؟ الله ينور علينا. ده نراجعها مره كمان. اتفاقيه العريش 1800 بين الفرنسيين والدوله العثمانيه. اسبابها ادراك كليبر استحاله بقاء الحمله في مصر. شروطها خروج الحمله الفرنسيه على نفقه الدوله العثمانيه. نتائجها فشلت لان انجلترا لم تريد خروج الحمله الفرنسيه الا كاسرى حرب. طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ قامت ثورة القاهرة الثانية، كانت في مارس سنة 1800. مارس 1800 قامت ثورة القاهرة الثانية. مكانها فين؟ مركزها مستر حي بولاق. ايه احداثها بقى؟ قال لي تزعم الثورة السيد عمر مكرم وكان نقيب الاشراف، يعني الراجل ده كان بيشتغل نقيب الاشراف وهو زعيم ثورة القاهرة الثانية. اشتدت الحملة الفرنسية فين يا مستر اشتدت؟ هقول له اشتدت الحملة الفرنسية في حي بولاق. وايه نتائجها يا بطل؟ هقول له أخمدت الحملة الفرنسية الثورة بالقوة ودمرت حي بولاق، ثم
قام كليبر بفرض المزيد او من الغرامات والضرائب، وكمان صادر الاموال، يعني اخذ الفلوس. وهنا بقى نخش على فقره مقتل كليبر. هو كليبر مات امتى مستر محمد؟ هقول لك والله يا سيدي بقى، كليبر ده قتله واحد اسمه سليمان الحلبي سنه 1800، وهو احد ضباط او احد طلاب الازهر. قتل كليبر، ولما قتل كليبر يجي من بعده على طول مينو قائد للحمله الفرنسيه. كان مينو ينوي الإقامة في مصر وتحويلها إلى مستعمرة فرنسية كبرى، لذلك وضع خطط إصلاحية في عدة مجالات: الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والقضاء. الراجل ده كان عايز يطور البلد، وكان عايز يخلي البلد في منطقة تانية خالص، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني ايه يا مستر؟ يعني مينو كان عايز يقعد ويعمل خطط إصلاحية ويحول مصر لمستعمرة فرنسية، بس ده مش هيحصل. ليه بقى؟ ايه اللي هيحصل؟ يجي جلاء الحملة الفرنسية عن مصر. أول حاجة لازم تعرف يعني إيه جلاء، عشان ده مصطلح علينا. يعني إيه جلاء يا مستر؟ هقول لك: رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل. تاني: الجلاء رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل. طب يا مستر ازاي الحمله الفرنسيه تخرج من مصر؟ هقول له بقى: سنه 1801 ارسلت انجلترا اسطولا بحريا الى ميناء ابو قير لاخراج الحمله الفرنسيه من مصر، فانضم اليها الجيش العثماني، فلم تستطع فرنسا المقاومه فاستسلمت، وخرجت الحمله مستسلمه، وكده تنتهي الحمله الفرنسيه. يفضل لنا بس الجزء بتاع النتائج. نتائج الحملة الفرنسية عن مصر: كلنا عارفين ان اصطحب نابليون معه مجموعة من العلماء في مختلف المجالات. هم دول بقى اللي عملوا لي بعض النتائج الكويسة جدا. اديني امثلة مستر محمد، انا مش فاهم حاجة. هقول لك: بص يا سيدي، كان في نتائج جيدة جدا، ومنها: 1. نمو الروح القومية لدى المصريين. وده سؤال بيجي لي: دلل يعني ازاي؟ يعني اشرح ازاي كان في نمو روح قومية لدى المصريين. هقول لك: كان في نمو روح قومية لدى المصريين حيث ظهر ذلك بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر، حيث تمسك المصريين بحقهم في اختيار من يحكمهم. يعني بعد ما الحملة مشت قالوا: احنا عايزين حقنا عشان دي بلدنا، يعني في نمو روح قومية، فاخترنا من يحكمنا. بعد كده رقم 2: توجيه انظار الدول الأوروبية لأهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي. ورقم 3 بقى يا بطل: تطوير نظم الحكم والإدارة، حيث قام نابليون بإنشاء عدة دواوين: ديوان القاهرة وديوان العام وديوان الأقاليم. 3 دواوين أنشأهم نابليون. يعني ايه ديوان؟ يعني وزارة. طب هو ليه نابليون انشأ الدواوين دي؟ هقول له: لتدريب الاعيان والعلماء على نظام مجالس الشورى، حيث الاستشارة، حيث يا شباب الاستشارة وتلقي الاراء مما يعود على الاهالي بالنفع. وقام علماء الحملة بالعديد من الأعمال، ودي تندرج تحت النتائج العلمية. علماء الحملة عملوا إيه؟ أقول له: 1. دراسة شق قناة تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، يعني درسوا حفر قناة السويس، ما حفروهاش، هم درسوا بس. 2. قال لي: تأليف كتاب وصف مصر. ألفوا كتاب اسمه وصف مصر، بيوصف مصر قطعة قطعة. وبعد كده رقم 3 هقول له: إنشاء المجمع العلمي. ورقم 4 اكتشاف حجر رشيد. وبعدين فك رموز اللغة المصرية، مما أدى إلى التعرف على التاريخ المصري. وكان لها العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع المصري. وهنا النتائج الاجتماعية والنتائج الاقتصادية. طب يلا ناخد الاقتصادية في الزراعة والصناعة والتجارة، ونشوف الصحة العامة. قال لي: في الزراعة قام الفرنسيين بتنويع المحاصيل والاهتمام بنظم الري. طب والصناعة؟ قال لي: اهتموا ببعض الصناعات، هي صناعة النسيج والدباغة، وكمان حروف الطباعة. فهمنا شباب الفرنسيين عملوا ايه؟ كان عندهم رؤية وكان عندهم اهتمام. طب والتجارة؟ فتحوا مصر العديد من الأسواق الخارجية. فين وفين وفين بقى؟ بلاد البحر الأحمر ودارفور في السودان والحبشة وشمال أفريقيا. أما الصحة العامة قاموا بإنشاء العديد من المحاجر بمعنى المستشفيات في القاهرة وفي المدن الأخرى. يا رب يا شباب يكون الشرح عجبكم، وإن شاء الله استناكم في درس جديد. كان معاكم مستر محمد المليجي.